السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله عبد الرحمن ودي قناتكم الشريط المخالف. النهارده الأهلي خسر خسارة صعبة جدا من فريق الاتحاد العاصمة الجزائري وأنا الحقيقة كنت بسجل الحلقة دي من قبل الماتش. كنت محضر لسه كلام كتير قوي عشان أقول لك بقى الأهلي بمن حضر، الأهلي بلس 90، الأهلي فوق الجميع، الأهلي ملك أفريقيا، الأهلي ملك الأرقام القياسية، الأهلي نجم النجوم، الأهلي نادي القرن. كنت حضر كلام كتير قوي 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 من قبل الحلقة عشان أقوله وسجلته فعلا، ولكن للأسف اضطريت إن أنا أحذف اللي أنا سجلته وابتدي أسجل من أول وجديد بعد الماتش عشان نتكلم عن خسارة الأهلي الصحية من الاتحاد الجزائري. الخسارة دي في مصلحة الأهلي. اي حد عاقل وفاهم كوره هيقول لك ان الخساره دي في مصلحه الاهلي. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الاهلي خسر بطوله، وخسر بطوله سهله، خساره من ماتش واحد، خصوصا لما تكون انت الفريق الاقوى. الاهلي كان اقوى من الفريق الثاني النهارده، الاهلي كان يستحق المكسب، كان ممكن لان في اخطاء تحكيميه كتير خصوصا في الهدف الاولاني ان الحكم لغاه بداعي الفاول، ولكن في المجمل الاهلي ما عملش كل اللي عليه. ناس كتير ما كانتش فورمه، التغييرات نفسها تحس ان هي ما كانتش مفهومه. ناس كتير مش في مستواها، والحمد لله ان هم مش في مستواهم، لان واحد زي صلاح محسن ده لو كان نزل مثلا وكوره طايشه وجابها لي جون، تخيل بقى صلاح محسن ده هيعمل فينا ايه، وهيقعد يقول لك انا نمبر 1 وبتاع. تخيل ان واحد زي كهربا لو كان جاب جون في الماتش دوت وكان الاهلي كسب، كان كهربا هيعمل فينا ايه. زيطه كتير قوي 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 بتحصل على لعيبه الاهلي، على الرغم ان هم انصاف لعيبه. في مجمل الامر انا كنت قاعد بتمنى ان الاهلي يكسب، ولكن بتضايق من لعيبه الاهلي اما بياخدوا حجم اكبر من حجمهم. الاهلي هو اكبر نادي في مصر وفي افريقيا، دي حاجه محدش يقدر ينكرها ودي حاجه حقيقيه، ولكن في انصاف لعيبه كتير في الاهلي بياخدوا حجم اكبر من حجمهم، على راسهم واحد زي امام عاشور. طبعا انا باعتباره ان هو دلوقتي اهلاوي. واحد زي كهربا، واحد زي بسم الله الرحمن الرحيم صلاح محسن. الناس دي بالذات يعني انا بتضايق لما بحس ان هم واخدين حجم اكبر من حجمهم. حسين الشحات نجم كبير قوي بس النهارده ما كانش ظاهر، كان مركز مع الحكم اكتر ما هو مركز مع اللعب. محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم ده بالذات يعني كميه الكلاحه اللي موجوده في الملعب انا مش عارف افسرها. يعني هو لو مركز في اللعب ومركز في الكوره اكتر ما مركز في ان هو يتخانق مع لعيبه الخصم او يتخانق مع الحكم، اعتقد كان هيدي مردود اكبر من كده. هدف للخصم من ضربه جزاء صحيحه، وانا بعترف انها صحيحه، ادت في النهايه ان انت خسرت بطوله. كميه فرص ضايعه، معرفش مين اللي فاهم لعيبه الاهلي ان الار 2 سهله، اي حد ممكن يعملها، مع ان احنا عارفين كلنا ان هي مش سهله. قفشه مين اللي فهمه ان هو بيعرف يعمل ار 2؟ كل الناس اللي عايزه تعمل ار 2 انتوا ما بتعرفوش تلعبوا ار 2. كميه فرص ضايعه تكفي دوري عام مش تكفي بطوله سوبر. ولكن الحمد لله ان الاهلي خسر البطوله دي، لان الاهلي لو كسب البطوله دي كان هيعمل تماثيل ذهب للعيبه ما تنفعش اصلا تبقى لعيبه منتخب ولا تنفع تبقى لعيبه صف اول. ولكن الاهلي عودنا انه بيكسب باللعيبه دي. الاهلي عودنا ان بيعمل من الفسيخ شربات. معهوش احسن لعيبه في مصر ولكن بيكسب كل البطولات في مصر وفي افريقيا، بدليل ان فريق زي الزمالك عنده لعيبه احسن من اللي كانت في الاهلي ومع ذلك الزمالك ما بيعرفش يعمل اللي الاهلي بيعمله. ولكن احنا مش في وقت مقارنه ما بين الاهلي والزمالك دلوقتي. الاهلي خسر بطوله، حتى التغييرات اللي بتتعمل تغييرات انا بالنسبه لي مش فاهمها قوي. رضا حمادتو ده ولا رضا سليم ده، يعني هو كان كويس، انا شايف ان هو كان بيأدي كويس، ولكن طلع ليه واللي نزل هل عمل نفس الدور بتاعه؟ انا مش قادر احكم عليها قوي. خروج كهربا انا مش قادر افسره. انت نزلت بداله حد ياسر ده حسين ياسر، وطلعت محمد عبد المنعم مكانه قدام على اعتبار ان محمد عبد المنعم بيعرف يلعب بضربات الراس. طب ما كنت ممكن تسيب كهربا ومحمد عبد المنعم يخش في الصندوق في الكرات الثابته، كان ممكن يقضي نفس المجهود، ولكن انت خرجت كهربا خسرتنا مهاجم. فانا برضو النقطه دي مش قادر افهمها، وانتوا اللي ممكن بقى تحكموا عليها في الكومنتات وتعرفوني ان كانت التغييرات دي صح او غلط، لان انا بصراحه انا تهت في التغييرات، ما بقتش عارف ايه التغيير الصح وايه التغيير الغلط. ماتش غريب كده وماتش عجيب، تحس ان كله نازل بيعك، كله نازل بيلعب كده شغل عرواشه على راي الكابتن عبد الله هجيني. مش قادر احكم طاهر ده نزل، هل هو طاهر ده كان كويس ولا وحش؟ هل تاو نزل كويس ولا وحش؟ ولكن انا مش عارف احكم على لعيبه، لان احنا لسه في بدايه موسم وما تقدرش تحكم على لعيبه. واحنا عندنا في مصر غير اوروبا، اللعيبه دايما بتنزل في اول الموسم حجتها معاها ان احنا لسه ما حصلناش على الاندماج ولسه ما سخناش ولسه احنا في بدايه موسم بنقول يا هادي. دي طبيعه الكوره عندنا في مصر في افريقيا، فمش هنقدر نحكم على اللعيبه من اول ماتش. الاهلي كان ممكن يكسب البطوله دي على الرغم من الاداء اللي هو
شبه متوسط، كان ممكن يكسب عادي جدا. لو التحكيم كان عادل كان ممكن الاهلي يكسب بسهوله جدا على فكره. الفريق الخصم ما كانش صعب خالص، الفريق الخصم ما لعبش كوره بربع جنيه، الى جانب بس ان هو الحاجه الوحيده اللي تؤخذ ليهم ان هم بيعرفوا يكسبوا كل كوره عاليه. ما فيش كوره عاليه خسروها سواء هجوميا او دفاعيا، كل الكور العاليه رايحه في مصلحتهم. عموما الف مبروك للفريق الجزائري، وان شاء الله هارد لك الاهلي ويقدر يعوضها باذن الله في البطولات القادمه باذن الله. سلام.